في مدينة ملونة تعج بالحياة، حيث تتخذ الغيوم أشكال حيوانات لطيفة والمباني تميل بزوايا مرحة، كان يعيش شاب يدعى كريم. كان كريم شاباً طيب القلب، يمتلك عينين واسعتين كأنهما نافذتان تطلان على عالم مليء بالدهشة. لكن خلف هاتين العينين كان هناك عالم آخر، عالم صاخب ومزدحم للغاية. لم يكن رأس كريم مجرد رأس عادي، بل كان أشبه بمصنع عملاق يعمل على مدار الساعة. داخل هذا المصنع كانت هناك مخلوقات صغيرة ونشيطة تدعى عفاريت الأفكار. كانت هذه العفاريت ترتدي خوذات عمل صغيرة وتجري في كل اتجاه، تصرخ بالأوامر، تسحب العتلات وتضغط على الأزرار التي لا تتوقف عن الوميض. كل زر كان يمثل احتمالاً، كل عتلة كانت تمثل ماذا لو. تبدأ القصة في صباح مشمس. استيقظ كريم وقرر أن يعد لنفسه كوباً من الشاي. قرار بسيط، أليس كذلك؟ ليس في مصنع كريم. فوراً انطلقت صفارات الإنذار داخل رأسه. قفز عفريت يحمل لافتة كتب عليها الشاي الأخضر أم الأسود، وقبل أن يقرر ظهر عفريت آخر يصرخ: الأسود يحتوي على كافيين أكثر، قد يجعلك متوتراً. رد عفريت ثالث وهو يضبط نظارته: لكن الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، إنه صحي. فجأة بدأت العفاريت تتشاجر، وألقت مجموعة منهم أوراقاً في الهواء كتب عليها: ماذا لو نفد السكر؟ هل الحليب طازج؟ هل درجة حرارة الماء مثالية؟ ربما تحرق أوراق الشاي وتفسد طعمه. بعد 20 دقيقة من التحليل العميق والمعارك الداخلية، وقف كريم أمام خزانة المطبخ متجمداً في مكانه، يشعر بإرهاق شديد لدرجة أنه قرر شرب كوب من الماء فقط. كانت هذه هي حياته، دعوة بسيطة من صديقه لتناول العشاء تتحول إلى جلسة استجواب داخلي. ماذا أرتدي؟ هل سيعجبهم قميصي الأزرق أم أنه يبدو باهتاً؟ ربما القميص الأحمر، لكنه جريء جداً. وماذا لو تأخرت؟ سيظنون أنني غير مهذب. وإذا وصلت مبكراً سأبدو يائساً. كان يقضي ساعات في تحليل كل كلمة في رسالة نصية قصيرة، محاولاً فك شفرة النوايا الخفية وراء كل فاصلة ونقطة. وصل الأمر إلى ذروته عندما دعي إلى مقابلة عمل في شركة أحلامه. كانت الوظيفة مثالية، مصمم في استوديو ألعاب كرتونية. قضى كريم الأسبوع الذي سبق المقابلة في جحيم من صنع عفاريته. قاموا ببناء نماذج ثلاثية الأبعاد لكل السيناريوهات المحتملة. ماذا لو سألوك عن نقطة ضعفك؟ صرخ أحد العفاريت وهو يشغل جهاز محاكاة عملاق. قل لهم الكمالية، اقترح آخر. لا، هذه إجابة مبتذلة، صاح ثالث وهو يرمي بكرة من الورق على الآخر. قل لهم أنك تعمل بجد لدرجة أنك تنسى تناول الغداء. في يوم المقابلة كان كريم مرهقاً تماماً. رأسه كانت في حالة فوضى عارمة، ودخان رمادي كثيف من القلق يتصاعد من أذنيه. عندما سأله المدير سؤالاً بسيطاً: لماذا تريد العمل هنا؟ تجمد كريم. في رأسه كانت آلاف الإجابات تتصارع. العفاريت كانت تسحب الإجابات من فمه قبل أن تخرج، وتستبدلها بأخرى، ثم تتشاجر حول أيها الأفضل. كل ما خرج من فم كريم كان تلعثماً غير مفهوم. غادر المقابلة وهو يشعر بهزيمة ساحقة. في ذلك المساء جلس كريم في غرفته المظلمة يشاهد عفاريت الأفكار، وهي تواصل عملها بجد، تبني سيناريوهات جديدة لفشله. لأول مرة صرخ في الفراغ: كفى، أريد أن يتوقف هذا. في اليوم التالي قرر كريم البحث عن حل.
ذهب إلى جد حكيم، الرجل العجوز الذي يعيش في مكتبة قديمة على أطراف المدينة. كان يقال إن كتب جد حكيم لا تحتوي على كلمات فحسب، بل على هدوء وسكينة. دخل كريم المكتب المليء برائحة الورق القديم. وجد جد حكيم يلمع نظارته بقطعة قماش ناعمة. استمع العجوز بهدوء إلى قصة كريم عن المصنع الصاخب وعفاريت الأفكار. لم يضحك، بل أومأ برأسه بتفهم. قال جد حكيم بصوت هادئ كحفيف أوراق الشجر: يا بني، لا يمكنك إغلاق المصنع. هذه العفاريت جزء منك. إنهم يحاولون حمايتك، لكن بطريقتهم الفوضوية. محاربتهم ستجعلهم أقوى وأعلى صوتاً. شعر كريم باليأس. إذن ما الحل؟ ابتسم جد حكيم وأعطاه دفتراً فارغاً وقلماً. بدلاً من محاربتهم، أعطهم وظيفة منظمة. أنت مدير المصنع وليسوا هم. عندما يبدأون بالصراخ لا تجادلهم، قل لهم بهدوء: فكرة ممتازة، دعونا نكتبها. واكتب كل ما يقولونه في هذا الدفتر. بدا الأمر بسيطاً جداً لكريم، لكنه كان مستعداً لتجربة أي شيء. في صباح اليوم التالي، عندما بدأ يفكر في وجبة الإفطار، انطلقت صفارات الإنذار كالعادة. البيض أم الشوفان؟ صرخ أحد العفاريت. أخرج كريم دفتره وقال بصوت مسموع: حسناً يا رفاق، اجتماع لنكتب كل الخيارات. توقفت العفاريت فجأة ونظرت إلى بعضها البعض في حيرة. للمرة الأولى كان هناك من يستمع إليهم بجدية. بدأ كريم يكتب: 1. البيض بروتين عال لذيذ. سلبيات: يحتاج إلى وقت للطهي، غسل المقلاة مزعج. 2. الشوفان صحي سريع. سلبيات: قد يكون مملاً بعض الشيء. بمجرد أن رأى الأفكار مكتوبة أمامه على الورق، بدت أقل رعباً وأكثر قابلية للإدارة. نظر إلى القائمة وببساطة اختار الشوفان. ساد صمت مذهل داخل رأسه. كانت العفاريت مشغولة بالنظر إلى ما كتبه، وأعجبها أن أفكارها قد تم تدوينها واحترامها. بدأ كريم بتطبيق هذه الطريقة على كل شيء. قبل الخروج مع أصدقائه كان يعقد اجتماعاً مع عفاريت مخه ويدون كل مخاوفهم. ماذا لو لم يجدوا حديثي ممتعاً؟ ماذا لو انسكب العصير على قميصي؟ رؤية هذه المخاوف على الورق جعلها تبدو سخيفة أحياناً وقابلة للحل أحياناً أخرى. شيئاً فشيئاً بدأ المصنع في رأس كريم يتغير. لم يعد فوضوياً. أصبحت العفاريت ترتدي ملابس عمل موحدة وتجلس على مكاتب صغيرة وتدون الأفكار في ملفات منظمة. أصبح هناك قسم للمخاوف العاجلة، وقسم لأفكار الإبداع، وأرشيف للذكريات المحرجة. أصبح كريم هو المدير الذي يقرر أي قسم يجب أن يعمل الآن. في النهاية لم يختفي المصنع ولم ترحل العفاريت، لكن الضجيج تحول إلى همهمة إنتاجية. تعلم كريم أن القوة لا تكمن في إسكات أفكاره، بل في تنظيمها والاستماع إليها، ثم اتخاذ قرار هادئ والمضي قدماً. ذات يوم، بينما كان يجلس بجوار نافذته يحتسي كوباً من الشاي الأخضر الذي اختاره في أقل من دقيقة، نظر إلى السماء. رأى غيمة على شكل عفريت صغير يبتسم ويلوح له. ابتسم كريم في المقابل، وشعر بالسلام لأول مرة منذ وقت طويل جداً. لقد أصبح أخيراً مدير مصنعه الخاص.